السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة تين والزيتون. وصفة اليوم هي المقروط البلدي التقليدي من المعسلات اللذيذة جدا جد سهلة، تنحضروها في جميع المناسبات وخاصة في شهر رمضان. نحتاجو السميدة المتوسطة. انا بالنسبة للسميدة ما عندناش هنا السميدة المتوسطة، عندنا غير الخشن والناعم. انا هنا استعملت الخشن، والخشن اللي عندنا هنايا ما غليظش بزاف. هانتوما كما تتشوفوا غادي نحتاج 4 ديال الاكواب معياريه ديال السميد الخشن. الا عندكم المتوسط ديروا المتوسط، وتقدروا ديروا نص خشن ونص متوسط. انا هذه هي الماركه اللي استعملت، كورسيمولينا ديال زياد. نضيفوا عليهم 2 معالق كبار ديال الدقيق، يعني فورس، معلقه صغيره ديال الملحه او حسب الذوق. ونضيفت عليهم كوب معياري ديال السمن، ماشي السمن الحار ديال الكسكسو، السمن الحلو اللي هو الزبده. كنبقاو نطيبوها على نار مهيله حتى كيزول هذاك الحليب وكتولي سمن الكي اللي هو الكي. نحاولوا نخلطوه مزيان حتى تلبس داك السميد كله بداك ليدان، ونخليوها ترتاح ليله كامله. من بعد ما بات ليله كامله غنضيفوا له ماء الزهر. غادي نضيفوا له نصف كوب ديال ماء الزهر، غير نرشوه به بحال كما كنرشو كسكسو في التفويره الاولى، غير هكذا نرشوه ولكن ما نعجنوش. نحاولوا غير نفزقوا دوك الحبيبات ديال السميد. ما نرميوش في دقه واحده، غير هكذا نرشوه بشويه بشويه. هنا رشيناه كامل وغنحاولوا نفتتوه بحال هكذا، غير باش يفزقوا دوك الحبيبات كما قلت لكم، باش نخليهم يتنفخوا شي شويه ويتفرزوا على بعضياتهم كما كتشوفوا هكذا. صافي نخليه واحد 5 ديال الدقائق ومن بعد نرجعوا له. ها هو نشف. نحاولوا نقسموا هاد لا كونتيتي، هاد القدر هذا اللي عندنا نقسموه على 2 نصوص. ناخذوا النص ديال الكميه اللي عندنا نديروها في اناء اخر، وهنا غادي نضيفوا الماء غير بشويه بشويه، الجهد اللي غادي غير يجمع لينا دوك الحبيبات ويجمعهم لنا عجينه وحده، ما نعجنوهاش، غير نجمعوها. انا هنا احتاجيت في هذا النص ديال اللي عندي احتاجيت نصف كوب. المهم الغرض ديالنا هنا غير نجمعوها، ما نعركوهاش حتى تطلق لنا ديك البيوضيه. ندوزو نوجدوا التمر. هنا عندنا 350 غرام ديال التمر، تقدروا ديروا كتر تقدروا ديروا قل. وزدت عليهم شويه ديال المسكه الحره مدقوقه، وزدت عليهم معلقه كبيره ديال الزبده. غنعجنوهم مزيان. صراحه في هذه الوصفه هذه دائما انا كنطحن التمر ولا كنشري واحد نوع اخر ديال التمر. انا هنا لقيت العجوه، قلت خليني نجرب العجوه. انتم غتشوفوا معايا النتيجه بالعجوه كي غتكون. نديروا هكذا قطيبات ديال التمر على حسب، تغلظوهم ولا ترققوهم على حسب الرغبه ديال كل واحد. نرشوا بشويه ديال السميده رقيقه، كاين اللي تيرش بالسميده رقيقه، كاين اللي ما تيرش كيخليها غير هكذا. انا كتعجبني نرشها بشويه السميده رقيقه. نقبطوا العجينه نديروا لها هكذا واحد السويقيه في الوسط ساقيه، ونحطوا فيها داك القطيب ديال التمر ونجمعوا عليها نسدوها. صافي نلويوها بحال هكذا.
ونقادوها، نحطوها في الطرف، نديرو القطيب الاخر، نضغطو عليه هكذا بيدينا، ونديرو قطيب ديال التمر. بالنسبه للمعجون ديال التمر تقدروا تضيفوا له اللوز مهرمش، تقدروا تضيفوا له الزنجلان محمر، تقدروا تضيفوا له القرفه وشويه ديال القرنفل، كل حسب على حسب الذوق ديالو. انا درت غير المسكه الحره في التمر، ما درت فيه حتى شي حاجه اخرى، غير المسكه الحره او الميستيكا كيعجبني صراحه غير بالمسكه الحره بلا ما نضيف له حتى شي حاجه اخرى. النص الاخر اللي بقى عندنا غادي نديروا له نفس الشيء، غادي نزيدوا عليه نص، انا احتاجيت هنا غير نص كوب ديال الماء، وغادي نجمعوه بنفس الطريقه، ونحاولوا نصاوبوا عاوتاني لي بودان ونديروا فيهم دوك القطيبات ديال التمر بنفس الطريقه كما درنا النص الاولاني. صافي دابا غادي نحاولوا نقادوا دوك لي بودان ونبداو نقطعوا. هنا فين لقيت مشكل مع العجوه رطبه بزاف، من جيت كنقطع كتلصق ليا في الموس، خصني نبدا نمسح الموس كل مره، الا ما مسحتوش غادي يتجلخ كله. انا هذه هي الماركه اللي استعملت، ماركه ديال العجوه ديال زياد. المهم اللي غايدير هذا المقروط المقلي هكذا مقطع مقلي ما يديروش بالعجوه، يحاول يصاوب التمر راسو في الدار ولا يشري واحد النوع اخر راه قاصح، ماشي بحال العجوه رطبه بزاف. صافي من بعد ما قطعناهم نحاول نقادوهم. من بعد نقليوهم، ما تكونش العافيه مجهده بزاف وما تكونش ناقصه بزاف. وبالنسبه للعسل غادي نديرو بالنسبه ل3 ديال الاكواب معياريه ديال العسل، زدت عليهم كوب معياري ديال ماء الزهر، نخلطهم مزيان ونحركوهم باش يكون شي شويه خفيف، باش يسهل الامتصاص ديالو في المقروط. ان بعض الوصفات كيديروه غير بالقطر، كيسقيوه غير بالقطر. القطر كما كتعرفوا ماشي صحي، ماشي بحال القطر بحال العسل. بالنسبه للمقروط ما نقيسوه ما والو، نخليوه حتى يقبط راسو بدا يتحمر، عاد نقلبوه. بعد ما تحمر والذهب نطفيوه في العسل، نخليوه مطفي في العسل حتى نطيبوا المقروط القليه الاخرى، ما نزولوهش حتى طيب القليه الاخرى ديال المقروط، عاد نزولوه من العسل. نبقاو بهذه الطريقه هذه حتى نكملوا المقروط كامل. بالنسبه لهاد العجوه هذه مشكله اخرى، ملي كنت كنقلي الا غير حركت ولا شي حاجه كيبقاو يطيروا الطريفات ديال العجوه وتيلصقوا على وجه المقروط كما كيبان لكم دابا. من بعد ما نساليو كل شيء في الطياب ونطفيو كل شيء في العسل، نعاودو نردو المقروط للعسل ونخليوه واحد الساعه حتى يشرب مزيان العسل ديالو. هذا هو المقروط البلدي التقليدي، تيجي رائع. انا غادي نشوفوا معايا دابا القوام ديالو، شوفوا كي تيجي مقرمش من برا ومن الداخل، تيذوب مرمل ومعسل حتى للقلب. جربوه، انا متاكده غادي يعجبكم. عواشركم مبروكه وبصحه وراحه.